السلام عليكم. عملت النهاردة العيش بتاعنا الفلاحي او العيش البيتي بطريقة سهلة وجميلة ومكونات بسيطة، وما شاء الله تبارك الرحمن طلع زي ما انتوا شايفين كده، خفيف ورقيق وجميل. عندي دقيق حوالي كيلو الا ربع كده دقيق. يعني نخلته كده الشبكة دي او المصفى دي كده، حاجة بسيطة يعني. انا بقى هضيف عليه ردة اللي هي النخالة، عشان يكون قيمته الغذائية طبعا أعلى وكده، ويكون فيه ألياف. وكمان ضفت عليه لبن بودرة، وهضيف الملح ومعلقة سكر صغيرة جدا. وكمان ضفت كيس خميرة فورية. ممكن نستغنى عن اللبن، ممكن مفيش مشكلة يعني. وضفت بيكنج باودر كده، يعني حوالي ربع معلقة كده. هنضيف بقى كل المكونات دي ونقلبهم كويس كده. زي ما قلت مش لازم لبن بودر ولا حاجة، او لبن خالص يعني، حليب يعني. بس ده عشان يبقى طعمه حلو كده وجميل يعني، ويزيد قيمته الغذائية. ضفت كده بتاع معلقتين زيت، وعندي بقى مية دافية هضيفها على الدقيق. وابتدي بقى ايه اعجن. العجينة بتكون طرية، ما بيكونش يعني قاسية كده او جامدة، لا بتكون طرية يعني. نضيف المية شوية شوية لغاية لما نحصل على القوام اللي احنا ايه عايزينه. انا هنا حبيت اضيف كمان شوية مية. هنا بوريكم النخالة او الردة باينة ازاي في الدقيق. هنا كنت زودت شوية مية كمان. خلاص كده هبتدي بقى هي هغطيها واسيبها لغاية لما تخمر. هنا بقى انا هقطعها على الردة اللي هي النخالة. لما نقطعها على النخالة الردة يعني بتكون افضل. وكمان الطاسة اللي بنعمل عليها ما بتتحرقش يعني، لان طبعا انتوا عارفين ان الدقيق سهل جدا ان هو ايه يتحرق بسرعة يعني. وكمان برضو زي ما قلت عشان يبقى فيه الياف وقيمته الغذائية تكون عالية، ويساعد انتوا فاهمين طبعا على الهضم وكده. خلصت كده تقريص العجين كله. بجهز بقى كده الادوات اللي هستخدمها في الفرد. برضو هفرد على نخالة، ولكن على الوش هحط دقيق اللي هو الطحين يعني الابيض. هبتدي بقى افرد كده ولغاية لما احصل كده على ايه رغيف ما يكونش مفرود قوي ولا يكون تخين قوي.
هفرد كمان بالنشابة. هي ما بتاخدش ثواني، بس طبعا عشان التصوير انا بصور بايد وبستخدم الايد التانية في الفرد، فبيبين لكم ان بياخد فيه وقت، لكن هي لا، لما بيكون مفيش تصوير مفيش ثواني بتكوني عامله الرغيف، لان طبعا هو صغير كمان، انا مقطعاه صغير مش كبير، عشان تكون الارغفه صغنونه كده وجميله. هفرد بقى كل العجين بتاعي بقى كله اللي انا مقرصاه ده كله، هفرده بقى ايه ارغفه كده، واحطها على صينيه واغطيها، وابتدي اجهز الطاسه اللي هعمل عليها اسوي عليها العيش على البوتاجاز. هولع البوتاجاز، العين اللي هي الكبيره، نحاول نحط دقيق على وش العجين او الخبزه اللي انا عاملاها، الرغيف يعني، عشان ما يلزقش في بعضه، عشان الارغفه لما نحطها فوق بعضها ما يلزقوش في بعض، تعرفي تشيليه. اول ما يعمل فقاقيع كده هروح قلبها على الناحيه التانية، شويه اقلبه شويه وبعدين ارجع تاني اقلبه على الناحيه التانية، لغايه لما الاحظ ان هو يبتدي ما شاء الله يتنفخ كده ويبقى كده ايه ما شاء الله منفوخ يعني، يرتفع. اه ابتدي بقى الاحظ كده ان هو ايه بيتنفخ شويه بشويه. هو حتى لو ما اتنفخش قوي مفيش مشكله، هو كده كده اصلا الرغيف رقيق ومش تخين مش سميك يعني، فهيبقى جميل وخفيف يعني. اول مره حطيت رغيف واحد، وبعد كده بقى ما شاء الله حطيت اتنين وتلاتة عشان انجز بسرعه. ريحته بقى وطعمه خطير. اتمنى ان انتم تجربوه، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. وانا عملت العيش ده مخصوص عشان خاطر ريم حبيبه قلبي، هي طلبته مني، قالت لي يا طنط انا عايزه العيش الفلاحي اللي كنت بتعمليه زمان واحنا في الكويت، فعملته عشان خاطرك يا ريم. يلا اشوفكم على خير وبألف هنا وشفا.